باريس سان جيرمان يقترب من نجم ريال مدريد. كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر سباق التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبات الإسباني ماركو أسينسيو لاعب الميرينجي قريبا من المغادرة عن ناديه حيث ينتهي عقده في يونيو القادم، ورفض عرض تجديد. وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع ماركو أسينسيو لتدعيم هجوم الفريق مع احتمالية رحيل ميسي أو نيمار في الصيف القادم. أضاف البي اس جي بتواصله مع ماركو أسينسيو بعدما غاب عن أغلب مباريات فريقه هذا الموسم، والمفاوضات متقدمة بين الطرفين. هناك اهتمام كبير من أستون فيلا ويوفنتوس وميلان لضم ماركو أسينسيو أيضا، لكن باريس سان جيرمان يرغب في استغلال علاقة خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب ولويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي لإتمام الصفقة. مبلغ خرافي، قيمة انتقال بيلينغهام إلى الريال. كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا آخر تطورات انتقال الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني بالموسم الجديد. يرتبط ريال مدريد بالتوقيع مع جود بيلينغهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط مزاحمة فنية من مانشستر سيتي الإنجليزي وليفربول الإنجليزي في الانتقالات الصيفية القادمة. كتب رومانو عبر حسابه على تويتر: ريال مدريد مستعد لإكمال التفاصيل النهائية لصفقة جود بيلينغهام الأسبوع القادم، إنها الخطوة الأخيرة. ريال مدريد سوف يناقش هيكل الإضافة مع دورتموند في حين ستكون قيمة الصفقة حوالي 100 مليون يورو كمبلغ ثابت. واختتم الصحفي الإيطالي بيلينغهام على استعداد لتوقيع الصفقة حتى عام 2029، خاصة أنه يرغب في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع بنزيما. كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين تفاصيل العرض السعودي المقدم للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للتعاقد معه. وتشير تقارير الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد تشك في إمكانية بقاء كريم بنزيما موسما آخر رفقة النادي الملكي، وذلك بسبب العرض السعودي الضخم الذي وصل إليه مؤخرا. وحسب موقع ريليفو الإسباني فإن كريم بنزيما بدأ التفكير في الرحيل عن ريال مدريد بعد تلقيه عرضا ضخما من الدوري السعودي، وبالتحديد من نادي اتحاد جدة الذي يرغب في تدعيم صفوفه باستقطاب هدف الملكي. وأوضح الموقع الإسباني أن كريم بنزيما يمتلك عرضا من نادي الاتحاد السعودي بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، أي أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 100 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى امتيازات أخرى. كان أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد قد رد عن أنباء التعاقد مع كريم بنزيما قائلا: إن شاء الله، وذلك خلال الاحتفالات بالفوز بلقب دوري روشن السعودي السبت الماضي. تسعى الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على غرار قدوم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق لصفوف النصر السعودي في ميركاتو يناير الماضي. تعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، أي أنه يحصل على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، مما جعله الأعلى أجرا في التاريخ. 5 أسباب تدفع ريال مدريد للتعاقد مع روبرتو فيرمينيو. لم يعد اهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول مجرد شائعات صحفية، فهناك عدة مصادر صحفية موثوقة أكدت بالفعل أن النادي الملكي يضع المهاجم البرازيلي كأحد الخيارات الرئيسية لتدعيم مركز رأس الحربة خلال فترة الانتقالات الصيفية. لكن في الواقع هناك 5 أسباب تجعل روبرتو فيرمينيو يتصدر المشهد في ريال مدريد. أولا، يكلف النادي أي أموال لأنه سيكون حرا بعد شهر واحد فقط، على عكس الخيارات الأخرى التي ستكلف خزائن النادي مبالغ ضخمة. أما السبب الثاني وهو الأهم، إصرار ريال مدريد على التوقيع مع إيرلينغ هالاند أو كيليان امبابي في صيف عام 2024، وبالتالي فإن النادي يحتاج لمهاجم مؤقت وبتكلفة منخفضة، فليس من المنطقي التعاقد مع هاري كين هذا الصيف، من ثم التوجه لضم نجم باريس سان جيرمان أو مهاجم السيتي بعد عام واحد فقط. نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار تتمثل في أن روبرتو فيرمينيو مهاجم صريح، لكنه يملك روح صانع الألعاب، وهو يشبه أسلوب كريم بنزيما تماما رغم فارق المستوى في آخر السنوات، ولذلك سيكون من السهل عليه التأقلم مع منظومة الريال الهجومية لأنه يجيد تأدية الأدوار المركبة. ومن العوامل المهمة أيضا التي تجعل فيرمينيو خيارا مطروحا وبقوة في ريال مدريد وأنه لن يعارض الجلوس على دكة البدلاء أو التناوب مع كريم بنزيما أو حتى اللعب بجواره،
كانت هناك غيابات في خط الهجومي، وهذا بالطبع لن يوافق عليه مهاجمين آخرين مثل فلاهوفيتش وهاري كين وحتى غونزالو راموس. أما السبب الخامس والأخير يتلخص في قدرته على الانسجام سريعا مع البيئة البرازيلية في ريال مدريد بوجود فينيسيوس جونيور ورودريغو غويز وإيدر ميليتاو. يذكر أن روبرتو فيرمينيو فقد أهميته في ليفربول في الأعوام الأخيرة، لكن هذا لن يمنعه من تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 أهداف أخرى خلال 1710 دقيقة خاضها هذا الموسم.